السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا كما لاباس وبصحه جيده يا رب. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم انا مشوك معسل تقدموه في الاعياد والمناسبات. طريقه ناجحه، معسل للقلب يذوب في الفم. يجي ما شاء الله روعه كما راكم تشوفوا. الصوره تعبر ويجي معسل يعني من داخل ما شاء الله كما راكم تشوفوا رطب رطب بزاف. ما تنسوش تتبعوا الفيديو للاخير هكذا تتبعوا كامل الخطوات وينجح معكم ان شاء الله. نبداو بسم الله. اول حاجه نديرو هنا عندي زبده اللي هي 250 غرام زبده طريه بحراره المطبخ. نضيف ايضا هنا نص كاس سكر جلاسي، نزيدو نص كاس كاوكاو محمص ومقلي ولا نص كاس تاع لوز. انا درت هنا اللوز ريحته بكشور مقلي اللي يجي في العجينه يجي محمص مليح يعني مقلي. نزيدو هنا لاروم، انا درت هنا عطر القارص، نتوما تحبوا ديروا لافاني. نزيدو هنا بيضه كامله وصفار بيضه. اما البياض نحتفظوا به باه من بعد كي نكملوا العجينه راح نرمدو هذاك العجينه تاعنا في بياض البيض من بعد في الكاوكاو. نخلطوا بالباتور مليح هذه المكونات حتى يتجانسوا. من بعد تبقى لنا غير الخميره والفرينه، راح نضيفوها بالتدريج. الخميره في الوصفه هذه ما نحتاجوش بزاف، نديروا ملعقه صغيره خميره كيميائيه، ما ديروش كيس كامل. كنا راح نديروا كيس كامل راح يعني الشكل تاعو راح يفزد كي يطيب ويفزد يعني ويتشقق لكم بزاف. لهذا نديروا ملعقه صغيره خميره. ونسيت نقول لكم على الجنجلانيه الثانيه، نزلت له هنا زوج مغارف جنجلانيه. هذا يعني جنجلانيه اختياري ماهيش لازمه، اختياري. انا درت له زوج مغارف جنجلانيه مقليه. وبهنا راح نكسع نضيفو الخميره والفرينه. العجينه هنايا تاع هذا المشبك ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه بزاف، تكون مليحه برك. نضيف الفرينه هنا بالتدريج حتى نحصلوا على عجينه اللي رانا حابينها والقوام المطلوب. المشبك يعني مليح بزاف في العيد، راح نمد لكم لمسه مليحه يعني من بكري نديروه. لهذا يعني انا نحب ديما يكون حاضر في الحلويات تاع العيد، حلويات يعني حلوى تقليديه وديما نحبوها حاضره. هنا بعد ما كملت العجينه شوفي العجينه تكون طريه، نديرو هنا كريات صغار متوسطين الحجم. اللي تحب توزن 30 غرام ودير. انا ما وزنتش، درت عيني ميزاني. نديروها في بياض البيض. من بعد ما رغدوها في الكاوكاو محمص عفوا يعني ماهوش محمص بزاف، حمصوه غرش في برك، خليوه ابيض. ومن بعد ارحيوه، كي ارحيوه شويه خشين. ومن بعد غربلوه نحيو هذا كامل بودر تاع الكاوكاو، يبقى لكم غير الخشين باه الشكل تاع الشبك تاعنا يجي باهي. انا هنا شوفوا كبرته شوي، جاني 32 حبه. نتوما اللي راكم حابين يلوحوا لكم اكثر ديروا نقصوا شويه في الحجم بيلوحوا لكم اكثر. بعد ما نطيبوه شوفوا ما يطولش بزاف البنات، من 4 ساعات تلقاوه طايب يعني. ما تروحوش وتخليوه مره على مره، طلعوا عليه من التحت باه ما يتعقلكمش كما على بالكم من وراه كاوكاو وثم يطيب يحمر لكم. نقصوا له ديروا على 160 درجه وخليوه يطيب. وبعد ما تشوفوه حمر من تحت زيدوا شعلوا له برك يحمر من الفوق. ومن بعد طفيو عليه مباشره. بعد ما نخرجوه نجيبوا هنا العسل العادي، نديروا كل حبه نديروا لها ملعقه تاع عسل، ملعقه كبيره كما راكم تشوفوا تاع عسل، وخليوه يشرب. ما تخافوش منه، واحد ساعتين تلقاوه شرب كلش يعني، ماشي تقولوا راهو يعوم في ليكيسات. خليوه برك كيما راه في البلاطو، واللي وليه بعد ساعتين تلقاوه نشف كامل وشرب هذاك العسل الكل. ونديرو نديكوريو من الفوق، درت له حبه لوز وحبه نواه كاجو غطستهم في العسل وبعد حطيتهم من الفوق. تحبوا ديروا حبه كاوكاو بصح الحبه تاع الكاوكاو ديروها قبل ما يطيب، ترجقوا فيها حبه كاوكاو وطيبوه. ولا تحبوا ديروا لي سيريز من الفوق يعني الشيء اللي عندكم والمتوفر كيما تحبوا تخليوه هكذا ثاني عادي. ان شاء الله هنا يعجبكم الفيديو تاع اليوم. هذه هي النتيجه النهائيه، كاطو بريستيج ما شاء الله يحمر الوجه. تقدموا في المناسبات في الحفلات في اعياد. ان شاء الله هنا يعجبكم. في فيديو اخر وما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه لاول مره تشوف قناتي. في فيديو اخر دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام وصحه فطوركم.